حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. رجعلكم النهارده في فيديو جديد، وحشتوني قوي. هشارك معاكم روتين النهارده، وتعالوا نشوفوا بقى في الفيديو النهارده عملنا ايه. في بدايه الفيديو ما ننساش ندعي لاخواتنا الفلسطينيين، ربنا ينصرهم يا رب ويشفي جرحاهم. الاوضاع برضو لحد دلوقتي مؤسفه جدا ومؤلمه مؤلمه للغايه، مهما كان في وجع مش قد الوجع اللي هم فيه خالص. فربنا يا رب يا رب ينصرهم عاجلا غير آجل. يا رب ادعوا لهم بجد. يعني هم محتاجين لكل دعوة. احنا اي نعم مش بنساعد، انا عارفة، ومفيش في ايدينا حاجة نعملها غير ان احنا ندعي لهم ربنا ينصرهم. وان شاء الله بامر الله عندي يقين ان ربنا هينصرهم وربنا معاهم. يلا نبدأ الفيديو بتاعنا النهاردة. لو أول مرة بتتفرجي عليا متنسيش الاشتراك في القناة، تضغطي زر الجرس عشان يوصلك أي فيديو انزله يوصلك إشعار بيه، وكمان اضغطي لايك للفيديو ده. ويلا نبدأ كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. بصوا أنا صاحية متأخر، يعني بصوا حتى أنا بجري ورا نفسي، رغم ان انا مسرعه لكم برده الفيديو، بس انا فعلا كنت حرفيا بجري ورا نفسي متاخره. يا دوب كده روقت الاوض بسرعه، هويتها كده عبال ما فطرت. انا فطرت بصوا وانا شغاله، يعني انا فطرت كده كوبايه الشاي بلبن في ايدي، وخدت باكو بسكوت كده وانا شغاله. كان عندي شويه غسيل طبقتهم بسرعه ما صورتهمش معاكم، ودخلت بقى على الصاله كده. يعني كان شكلها مش لطيف خالص مكان السهره بقى وكده. لميتها كده بسرعه، وكنت عايزه اغير الفرش بتاعها غيرته بصوا. وانا يعني عامله بقى الدفايات كده للركنه، وتحسوا ان انا مطقمه. يعني مثلا حاطه الوانات، هي رغم ان هي مفيش تناسق في الالوان شويه يعني، بس مثلا ايه، بعمل كل طقم مع بعضه. فلميت كده الدفايات اللي هي المهير ديت، بقت غاليه دلوقتي يعني، زادت سعرها زاد شويه. فانا كنت شاريها مش عارفه كانت ب40 او 45 جنيه، دلوقتي ب75 على حسب بقى المنطقه اللي انت فيها. في ناس بيبيعوها ب85، بس بصراحه هي بتثبت ثبات رهيب على السجاد وعلى الركنات، بتثبت ثبات حلو قوي بصراحه. يعني انا حاسه ان الدفايات افضل حاجه للركنات وللارضيات بصراحه على السجاد، لان ثباتها قوي. ولعت كده، ما عنديش بخور اللي هو السايب كده بودره، ولعت بقى شويه بخور كده بخور عيدان كده، يدي بقى ريحه كده للشقه حلوه. وندخل بقى على الغدا، لان انا زي ما قلت لكم انا متسربعه. وعلى البخت بقى ان انا كنت عامله يعني هعمل كشري مصري، فالدنيا خربانه، وانتوا عارفين بقى الكشري المصري بياخد وقت قد ايه. طبعا بعد ما لميت فرش الركنه كده كان عندي شويه غسيل صغيرين، قلت وانا بقى بعمل الاكل اغسلهم جنبي كده، مش هياخدوا مني حاجه، وفي نفس الوقت مش عايزه اكوم غسيل عندي. الغسيل حرفيا لما بيتكوم عندي بيبقى عامل لي احباط نفسي. وغير بقى ان انت بتبقيش ساعات بتبقيش قادره، فمضطره برضو محتاجين غسيل، فمضطره تغسلي. فليله كبيره كده، فقلت لا انا هاخدهم شويه الغسيل الصغيرين دولت مع فرش الركنه، واغسلهم شويه بقى كلوريكس كده الوان، لو في بقعه لو في اي حاجه يضيعوها. حطيت طبعا الغسيل الابيض الاول في الغساله، وبعد كده بقى ناخد بقى الحاجات اللي بعد كده، الاغمق ثم الاغمق وهكذا. الغسيل بيتغسل بقى، هدخل بعد كده على المطبخ. انا من عادتي لما بحب اعمل الكشري البيتي بحب اعمل له صلصه بيتي، مش صلصه معلبه من بره. انا عندي صلصه بس لا، انا بحب الصلصه اللي انا بعملها. كان عندي طماطم كده كنت شارياها للصلصه، فقطعتها وحطيتها على النار من غير ما اضيف لها اي ميه خالص. حطيتها على نار هاديه تستوي بقى براحتها، وتنزل بقى الميه اللي فيها لو فيها مزازه او اي حاجه. هنا بقى كنت بلع عدس بجبه وبلع حمص الشام، حطيتهم بقى على النار كده يستووا. تمام. بصوا انا بعمل الحمص الشام والعدس بجبه، هتشوفوا بقى التدرج انا بعمل ايه الاول. يعني في اولوياتي في الكشري اسلق حمص الشام والعدس بجبه، وممكن لو في صلصه اعملها، وكمان لو دقه اعملها الحاجات دي. وبحاول ان انا على قد ما اقدر اسيب المكرونه والرز بشعريه للاخر خالص، بحيث ان هم يكونوا لسه سخنين، يعني فاهميني، يبقوا سخنين. بقطع البصل، بصوا انا بحب اقطع البصله نصين كده، وابدا اقطعها شرايح كده، واقليها بدون اي اضافات، احمرها بس في زيت غزير على فكره، بدون بيكنج باودر، بدون دقيق، بدون اي حاجه خالص. وعلى فكره بتبقى مقرمشه وبتبقى جميله. بس اهم حاجه في التسويه حطيها بس في زيت غزير، بس تحمريها كده زي البطاطس بالظبط. وما شاء الله اللهم بارك، البصل بيطلع معايا مظبوط وحلو، بس حاولي تفرفريه من بعضه كده ما يبقاش ملزق. هنا العدس خلص معانا، وحمص الشام حاولنا ان احنا نخلص الحاجات السريعه ديت. وكمان دقيت التوم، حطيت عليه شويه ملح كده، راس توم حلوه.
ودقتها كويس. هنعمل مع بعض برضو الدقه بتاعت الكشري، انا بعشقها قوي، بتنقل بصراحه الكشري نقله تانية خالص. انا ما بحبش الكشري الحله الواحده خالص، مش حلو جدا ولا يمط يعني بصله للكشري اللي احنا بنعمله، يعني اللي هو حلله كتير ده، لا لا ما يمطلهوش بصله خالص يعني. هنسلق بقى هنا المكرونه، وكمان بنحمر كده الشعريه. وهقولك ازاي تعملي المكرونه تخليها دايما مفرفره كده، ما تبقاش ملزقه ببعضها حتى لو عملتيها بدري. حابه ان انت تعملي المكرونه في اخر خطوه، لسه مثلا جوزك ما رجعش او ولادك ما رجعوش، فحابه تعملي خلي المكرونه للاخر خالص، يعني ممكن قبل الاكل ب10 دقايق ممكن تعملي المكرونه. بس انا بقى قلت اخلص نفسي زي ما اقول لكم، انا متاخره وعايزه انجز بقى. جيت هنا حطيت للمكرونه كده شويه زيت علشان ما تتلزقش ببعضها. المكرونه بتاعت طبعا البشاميل غير المكرونه في العمايل، يعني مثلا مكرونه البشاميل مش بنغسلها، المكرونه دي طبعا غسلناها عشان اي نشا فيها، وصفتها كويس وضفت لها بقى شويه زيت كده وركنتها على جنب. هنا بقى بنعمل الرز كده. انا المفروض كنت عملت الرز الاول، بس يعني فاهميني، كنت عملت الرز وكنت سبت المكرونه للاخر، بس زي ما اقول لكم انا عايزه اخلص، عايزه انجز وقتي واخلص. فاللي هو انت صاحيه متاخر مش شايفه قدامك وعايزه تنجزي، فدماغك مش شغاله اصلا، يعني انا دماغي واقفه عايزه اخلص اي حاجه بسرعه، اللي يجي قدامي واللي يجي في سكتي عايزه اخلصه. هنا بقى هنعمل الدقه كده. هناخد بقى شويه زيت في كسرولة طاسه اي حاجه عندك، تحطي فيها شويه زيت وتخليهم يسخنوا شويه حلوين كده، وتنزلي عليهم بالثوم، راس ثوم كبيره كده، لان الدقه يعني الكشري بيحب الدقه قوي. راس توم كبيره وتدقيها حلو قوي، او تكون عندك توم مفروم وتنزلي بيه في الزيت ومعاه شويه كمون، وتحاولي ان انت تديهم تشويحه كده في الزيت، ما تحمريش التوم، لا اديله تشويحه بس. وبعد كده انزلي بقى بالميه. مش هحكمك بكميه لان حسب الكميه اللي انت عاملاها، يعني ممكن تكون عيله كبيره فعامله توم اكتر، انا مش هقدر احكمك بكميه، انت بقى ايدك ميزانك يعني بمعنى اصح. هنا بقى انا هحط برضو شويه زيت في كسرولة تانية، ونضيف عليهم شويه شطه ونقلبهم كده. وننزل عليهم بشويه ميه، ما تكتريش برضو الميه، هنحاول ان احنا على قد ما نقدر الكميه اللي احنا حطيناها تنقص النص. تمام. التوم طبعا بيستوي، في ناس بتحب تصفي ما تخليش فيه توم، انا من الناس اللي بحب لا التوم يبقى موجود في الدقه، يعني ما صفهاش. كميه الزيت، شطة الزيت نقصت شوية، وكمان برضو معايا الدقة سايباها برضو تغلي براحتها وتاخد وقتها على الاخر. هنا بقى كنا خلصنا الرز، يعني كان خلاص كده، حطيته على العين الهادية لما تشرب المية بتاعته، حطيته على نار هادية خالص بقى يكمل السوا بتاعه. نحمر بقى البصلاية. بصوا احنا تقريبا كده خلصنا، يعني ما عادش باقي اي حاجة نعملها. الصلصه بقى انا باخدها اضربها كده بالهاند بلندر، انا عملتها معاكم كتير قبل كده. او تضربيها في الخلاط بدون اي ميه ولا اي اضافات خالص، وتحطيها على النار تتسبك شويه، وتاخدي بقى منها للكشري. حابه تخففيها، حابه الصلصه بتاعت الكشري كده تكون خفيفه معاكي مفيش مشكله، حابه تزودي وتعمليها بتوم حسب رغبتك، بس بصراحه بيبقى الكشري في البيت احسن من بره 100 مره، بيبقى جميل قوي. بصوا ما شاء الله اللهم بارك، عايزه تفتحي البصل عن كده مفيش مشكله، انا بحس ان لونه كده مظبوط، وكمان الطعم بتاعه بيبقى مظبوط ومش محروق ولا اي حاجه. بعد طبعا ما ضربت الصلصه بالهاند بلندر او في الخلاط، تديها تسبيكه شويه بشويه زيت وملح وفلفل، وبس بتبقى جاهزه بقى كده لاي حاجه تانية. تعملي صلصه تاخدي منها تزودي الخضار، تبقى عندك صلصه مركزه، مكرونات، حاجات كده. حبيت طبعا احط الدقه في ازازه كده، زي المطاعم والاماكن اللي احنا بنروحها بيبقوا حاطين الدقه والشطه في ازايز، بس انا حطيت بقى الدقه كده في ازايز. والبصل كده ما شاء الله اللهم بارك معايا مظبوط، مش محروق، يعني اللون بتاعه ده مناسب قوي، طعمه كده مظبوط بالظبط، لكن لو تغمقيه اكتر من كده لا هيبقى كده محروق معاكي. تعالوا بقى نشوفوا بقى كده. قلت اغرف طبق معاكم عشان اوريكم بيبقى الكشري عامل ازاي، انضف من بره 100 مره. في اماكن حلوه قوي، يعني انا في واحد بس اللي بعرف اكل عنده كشري هو في اسكندريه، هو ده بس اللي بقدر اكل من عنده كشري وانا مطمنه الكشري بتاعه بيبقى طعمه حلو جدا. غير كده بصراحه ما جربتش اي كشري خالص وعجبني، غير من برضو كام سنه كلته في القاهره. كنت نازله القاهره وكلته برضو من هناك، كان طعمه برضو رهيب. مش فاكره، بس كان عمي هو اللي مودينا المكان ده، كان هو اللي عازمنا يعني.
فقال انا هاكلكم كشري حلو قوي. فبصراحه هو ده برضو كشري كلته كان حلو قوي وفي اسكندريه، لكن ما كلتش بقى من اي مكان تاني. يعني انا كفر الدوار لا مفيش حد بيعرف يعمل كشري خالص، يعني بجيبه كده احس انه معجن مش مظبوط، مش لا يا جماعه مش طعم كشري خالص، ده انتوا بتعملوا ايه؟ ففي البيت بجد بيبقى طعمه رهيب، وحتى يعني بيبقى حاجات نظافه وانت عاملاها وعارفه انت حاطه ايه وايه اللي انت مش عايزه تحطيه. فلا بصراحه اعملوا الكشري في البيت يا جماعه، بس ما فضلش كشري الحله الواحده خالص، بلاش كشري الحله الواحده، مش حلو جدا. كله بيبقى متلخبط على بعضه، المكرونه بتنزل نشا فبتعجن الرز وبيبقى اللي هو ايه كشري معجن، يعني عارفين كشري مصري معجن. بس الطبق بقى ما شاء الله اللهم بارك، والبصل مظبوط والصلصه وكل حاجه اللهم بارك مظبوطه. حط بقى شويه حمص شام كده على الوش. وبصراحه هي غدوه شتويه يعني تدفي، الشطه بقى كده مع البصل والحاجات دي لا تدفي، يعني تدفيه حلوه قوي. عملت طبعا كميه كده علشان برضو ايه ساعات احنا قاعدين بالليل كده بنحب نتعشى برضو كشري، هو طول ما في كشري في البيت لا يستحيل نسيبه في حاله. آه بصوا خلصت الكشري وخلصت اللي ورايا بسرعه بسرعه، وقعدت بقى كده واللي هو غيرت بقى هدومي واقعد. فعايزين بقى ياكلوا حاجه، الجو ساقع حرفيا، بيجي بالليل والجو بيقلب بيبقى تلج. فكان عندي كده علبه ام علي، فقلت خلاص انا هعملها لهم. لا بصوا انتوا هتشوفوا مهزله دلوقتي يعني بعد كل اليوم ده يعني خلاص كده احنا اكتفينا يعني استكفينا، لا هتشوفوا بقى المهزله اللي حصلت بعد كده. فقلت طيب انا هعمل ام علي، طب احنا محتاجين حاجه نفطر بيها الصبح. فلكم ان تتخيلوا ان انا قلت ايه، لا انا هعمل كيكه، يعني انتوا متخيلين؟ لا وكمان هعمل حاجه تانية هتشوفوها معايا، كملوا. هنا سخنت اللبن اديته غلوه على النار. اللبن بتاع ام علي لازم يكون مغلي عشان لما تحطي السمنه تسيح معاكي بسرعه. غليت كده اللبن كويس، وطبعا بضيف له السكر، بتضيفي له السكر وتقلبيه كويس، بتحلي اللبن التحليه اللي انت عايزاها حسب رغبتك، بتحبيه مسكر قوي بتحبيها متوسطه حسب ما انت عايزه. وقسمت كده العلبه على طاجنين صغيرين، يعني الطواجن بتاعتي مش كبيره، او البرام ده مش كبير، حجمه كويس يعني لأم علي. فبس لو حطيت كل العبوه على واحده لا هيتملك كده وهيفور ومش هيبقى لطيف خالص. فحاولي ان انت تخلي فيه فراغ كده بحيث ان هو لما يتشرب اللبن طبعا الكميه هتزيد هتتضاعف معاكي شويه يعني. فحطيت قطعه سمنه هنا وقطعه سمنه هنا، وضفت بقى اللبن، فحسيت ان هو محتاج لبن تاني، يعني سخنت بقى شويه لبن كمان كده وضفتهم عليه. وطبعا لما بتنزلي باللبن سخن السمن بقى على الوش كده بيسيح وبيديله بقى لما تدخليه الفرن كده ياخد وش، هو ام علي بتاخد وش بس بيبقى لونها جميل وتحفه. ضفت، هي كانت ام علي كانت بالقشطه، انا مش بحب ام علي بالقشطه، انا بحبها بالمكسرات اكتر. فالعبوه اللي كانت عندي دي كانت عندي بالقشطه، فانا حطيت لها بقى شويه على الوش كده شويه سوداني مع جوز هند. عندك بقى مكسرات عندك اي حاجه براحتك بقى، حطي اللي انت عايزه تحطيه، او لو زبيب عايزه تحطيه حطيه، بس انا ما بحبش احط زبيب بصراحه، بحس ان هو بيتحرق كده وبيديله طعم مش لطيف. دخلتهم بقى الفرن، شغلت عليهم من فوق لان زي ما قلت لكم ام علي بتاخد وش بس. هنا بقى طب انا هقعد شويه دولت يعني، طب عبال ام علي ما تاخد وش رحت جايبه الخلاط بتاعي بسرعه. هنعمل بقى كيك عادي كده اللي هو الكيك اليومي ده للفطار. حطيت كده في الخلاط كوبايه ونص عصير برتقال مركزه، تمام، وثلاث بيضات، وحطيت وبشرت طبعا الثلاث برتقانات اللي عملتهم عصير، بشرت القشر بتاعهم غسلتهم كويس وبشرتهم. معلقتين خل، رشه ملح، وكمان كوبايه ونص سكر. وهعمل على المقدار ده 3 كوبايات دقيق، تمام، يعني كوبايه ونص عصير، كوبايه ونص سكر، كوبايه ونص ازيد شويه سكر، تمام، ونص كوبايه زيت عليهم. حاولي ان انت تعايري المعيار معيار واحد، يعني الكوبايه يبقى كوبايه، مج يبقى مج، تعايري بيه كل حاجه. وطبعا حطيت سكر وحطيت بيكنج باودر وحطيت او كيك شيف والفانيليا. ونزلت طبعا كل الحاجات السايله دي نزلت بيها في الخلاط، ضربتها كويس، وبعد كده بقى نزلت بيها على الكيكه، قلبت الكيكه حلوه قوي. الفرن بتاعي سخن طبعا في ام علي، بصوا كنت خلصت في ثواني والله. دهنت كده الصينيه شويه زيت، مرضتش ابطنها ولا اي حاجه، دهنتها شويه زيت وهتطلع معايا ما شاء الله مظبوطه، يعني قصدي ان انا بطنتها بزيت بس مش دقيق.
طبعا الفرن بتاعي سخن مكان ام علي، هطفي بقى من فوق واشغل عليها من تحت، يعني النار هتشغلها من تحت، لكن من فوق انا بشغلش على الكيكه نار من فوق خالص. وبالظبط تسويه الكيكه بتاخد معايا 35 ل 40 دقيقه، بتطلع معايا مظبوطه. لو حسيت ان هي عايزه وش من فوق بشغل عليها بقى النار من فوق تاخد وش. بصوا ما شاء الله ام علي، وكانت سخنه، بصوا ملهلبه. انا بحب اكلها دافيه، ما بحبش اكلها سخنه قوي. فهتشوفوا بقى انا هعمل ايه الجزء اللي هو الرابع ولا العاشر في المطبخ، هتشوفوا بقى. فقلت قبل ما تهدى شويه كده انا عايزه اغسل الرخامه بتاعتي بكلور. ما وريش حاجه، مواعيني كلها غسلاها والدنيا متروقه والدنيا تمام، ومكان الكشري بقى والحاجات دي والاكل بتاع طول اليوم غسلت كله، فما خليتش حاجه في المطبخ خالص. فبسرعه بقى هلم الحاجات اللي على الرخامه دي. بصوا ام علي شكلها جميل قوي، واخده لون حلو، وبالسمن البلدي بتبقى بصراحه طعمها رهيب. بصوا بتبقى جميله قوي، وانا من عشاقها بصراحه، انا بحبها جدا. وحاجه دافيه كده تاكليها بالليل بتبقى بصراحه بتدفي المعده وبتبقى حلوه جدا. دلعيهم بقى، هو الشتا بصراحه بيحب الحاجات الدافيه. سحلب بقى كاكاو، بصوا انا بنوع كده، سحلب بقى كاكاو كل يوم حاجه كده، شويه لب بقى مع شويه شاي، شويه فشار كده مع برضو شاي. بننوع، نوعي على قد ما تقدري. بدل بقى الشيبسيات بصراحه والحاجات اللي ملهاش اي 30 لازمه من بره، بصراحه بتوجع البطن واحنا بنحبها. انا كواحده كبيره لا، انا بحب الحاجات دي. شلت بقى كل حاجه من على الرخامه كده، قلت عبال ام علي بس ما تهدى شويه كده وتبقى دافيه حلوه اقدر اكلها. جبت شويه كلور عليهم ميه. انا بحب اغسل الرخامه بتاعتي كل اسبوع بكلور، تمام. بس المره دي اتاخرت عليها شويه، قلت بقى هوريكم بيبقى فيها سمار منين، وهتشوفوا دلوقتي الحروف فيها فعلا سواد وحاجات كده. فالكلور بيشيل كل حاجه. ويا سلام بقى لو تعملي بخاخ كده وتحطي مثلا عليه غطا مركز وتملي البخاخ ميه، ويبقى تعقيم يومي للحوض وللرخامه ولاي حاجه. وكمان لقعده التويلت بتبقى بصوا فله طبعا، عشان نقل الامراض والبكتيريا والحاجات دي كلها. علمي ولادك كده يبخوا كده قبل ما يقعدوا على القعده كده، هتبقى حلوه جدا وتبقى معقمه. بس ما تضيفيش كميه كلور كبيره، يعني حاولي ان انت تحطي مثلا غطا على نص لتر مثلا على البخاخ، بس غطا صغير. بصوا بقى السواد اللي في الرخامه ده والحاجات ديت مش هتلاقوا لها اثر ان شاء الله. الفيديو اللي جاي هصور لكم برضو نشوف بقى، لان انا بسيبه بايت كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وده كان روتيننا النهارده اللي شاركته معاكم. يا رب الفيديو يكون عجبكم، واستنوني ان شاء الله في فيديو جديد، واشوفكم على خير في رعايه الله.